السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حفيدي ياسين بيضحكني. يا رب يكون في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعضينا طريقة الفشار. حفيدي ياسين قال لي يا تيتا اعمل لنا النهارده فشار بالشوكولاتة. انا معايا هنا كوباية فشار، هحطها على النار وهحط ربع كوباية زيت، نجمع بعض نزوقها مع بعض. قول لهم عايزين ايه؟ عاملين ايه؟ وحشني قوي قوي. قوي. قول لهم وحشني. عشان انا خلاص عملت الفشار بتاعنا. هنعمل بنكهة الشوكولاتة شايفين حضراتكم، تبقى طعمها تحفة. حاجات مغذية، انتوا عارفين الفشار مغذي مقوي للعظم. اعملوا بالطريقة بتاعتي ديت هتعجبكم قوي. تسالي بقى قدام التلفزيون اعملوا لاولادكم، فرحوهم بالطريقة ديت احسن من الايه الطريقة التقليدية اللي انتوا عارفينها. كراميل تاني نكهة هعملها بصوص الكراميل. بصوص الكراميل طعمه هيبقى تحفة. كل واحد ايه يعمل النكهة اللي هو بيحبها، بس هي طبعا النكهات دي جميلة، احسن مفيش احسن منها. بتعمل ملح. لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. لو عندكم اي سؤال بالنسبة للفشار، طبعا لو عاوزين مثلا تعملوه بالشطة والليمون مفيش اي مشكلة. كل واحد يعمل الحاجة اللي هو بيحبها، حاجة تفرحوا بيها اولادكم احسن ما تشتروا الحاجات دي من بره. بس ضامنينها عاملينها بايدينا، بس ضامنين نظافتها، موفرين في الفلوس. عارفين الكوبايه زي ديت اصلا بتتباع عند ايه بره؟ مفيش اقل من 5 جنيه. قول لهم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير لي تيتا. شيري تيتا. واشتركوا في القناه. شكرا. انا ياسين. ماشي. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.